عندنا بعض المواد الثانيه او عندنا بعض النقط الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها، هي مواد لم تتواجد في الدستور. يعني حاجات كان المفروض تتحط مش موجوده. مطالب للشعب ايام الثوره مش موجوده. طالبين حاجات ما هياش موجوده في الدستور. على اهمها رقم 1، لا يوجد ماده تلزم الرئيس على تعيين نائب وهو احد مطالب الثوره. اكيد مش محتاج افكركم طبعا بالنائب عمر سليمان اللي الرئيس السابق او المخلوع حسني مبارك جابه كتهدئه لمطالب الشعب. يعني الشعب كان طالب نائب، واحنا مالناش اي اعتبار في الكلام ده. الماده الثانيه رقم 2، لا يوجد ماده للكشف عن مرتبات رئيس الجمهوريه والوزراء. هنرجع تاني لمشكله ده بيقبض قد ايه وده مرتبه قد ايه وايه هو الحد الاقصى وايه هو الحد الادنى. يا جماعه مفيش ماده في الدستور بتربط حد اقصى بحد ادنى. الماده الوحيده اللي اتكلمت ان على الحد الاقصى بالنسبه للموظفين الحكومه، يعني تحكم الحد الاقصى لموظفين الحكومه. فين الربط بين الحد الادنى الاجور والحد الاقصى؟ فين مطلب الثوره بتحديد حد ادنى وحد اقصى للاجور؟ مفيش. ماده رقم 3 او النقطه رقم 3 عايزين نتكلم فيها، لا يوجد سلطه رقابيه على الشرطه. مفيش يا جماعه ماده واحده في الدستور بتقول او يعني بتدي شرعيه لجهه معينه ان هي تبقى مراقبه على جهاز الداخليه او جهاز الشرطه. طب انا لما احب اشتكي الشرطه اشتكي لمين؟ لما يحصل اضطهاد من جهاز الشرطه ضدي اروح اشتكي لمين؟ اقدم بلاغ لمين؟ مين اللي المفروض الجهه الرقابيه على جهاز الشرطه اللي انا بشتكي لها سواء لو حصل اي تجاوزات من اي فرد او عضو في افراد الشرطه؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص في الدستور. عندنا يا جماعه الماده رقم 32 من ضمن الحاجات اللي مش موجوده فيها، يبقى الماده رقم 32 بتقول الجنسيه المصريه حق وينظمه القانون. طب هي الجنسيه المصريه حق ماشي، ما هو اكيد اي حد مصري هيبقى من حقه انه ياخد الجنسيه، يعني العمليه ما هياش كيمياء. بس الماده دي لا تنص على عدم جواز اسقاط الجنسيه المصريه عن اي مواطن. يعني زي ما انا قلت الجنسيه المصريه حق صحيح، بس ما الزمتش الجهات المسؤوله عن عدم اسقاط الجنسيه عن اي مواطن مصري. طب حد هيسالني مثلا احنا ليه هنسقط الجنسيه عن اي مواطن مصري او ازاي هنسقط الجنسيه عن مواطن مصري؟ يا جماعه عارفين ان في بعض التهم زي التخابر لصالح الدول الاجنبيه والكلام ده او التجسس عقوبتها ممكن توصل لاعدام. ممكن من ضمن العقوبات اللي بتوصل في الكلام ده بتبقى عباره عن اسقاط الجنسيه. طيب انا معاك ان لو الجاسوس يطلع عين امه مفيش مشكله، بس ايه المشكله دلوقتي او ايه المانع ان انا ممكن الكلام ده كله يحصل لناس عن طريق الادعاءات؟ يعني حد مثلا لو فاكرين الاسبوع اللي فات ان في بلاغ اتقدم للنائب العام ضد حمدين صباحي ودكتور البلدعي، النائب العام بعت لهم استدعاء بالتحقيق في تهمه التخابر مع دول اجنبيه. ايه اللي هيمنع ان لو قضيه زي دي اتلفقت صح لاي حد يتعمل عليهم اسقاط للجنسيه؟ ايه اللي يمنع؟ ما هو ماشي يا جماعه، الدستور ما قالش هيسقط، بس ما الزمش حد، ما حكمش حد. يا جماعه قلنا مش عايزين دستور بنجيبه يمين وشمال، عايزين دستور ثابت. النقطه الخامسه هنتكلم فيها وهي الماده رقم 42. يا جماعه الماده 42 بتقول حريه التنقل والاقامه والهجره مكفوله. طب تمام مفيش مشكله، ولا يجوز بحال ابعاد اي مواطن عن اقليم الدوله. يعني ما اقدرش باي حال من الاحوال ان انا اطرد حد بره الدوله ولا منعه من العوده اليها. يعني ما اقدرش اطرد حد بره الدوله او يعني ولا ان انا امنع حد من يخش الدوله، ولا يكون منعه من مغادره الدوله ولا فرض الاقامه الجبريه عليه الا، ناخد بالنا يا جماعه من كلمه الا دي، بامر قضائي مسبب ولمده محدده. طب يا جماعه الكلام ده كويس مفيش مشكله، انا مش هقدر ان انا اطرد حد بره دولتي بره الدوله بتاعته، تمام. مش هقدر امنع حد من المهاجرين انه يخش الدوله بتاعته، كويس. مش هقدر اعمل على حد اقامه جبريه الا بامر قضائي، مفيش مشكله. بس الحاجه الوحيده اللي كان المفروض تتكتب في الماده دي، لم يذكر في الماده دي تجريم التهجير القسري داخل الدوله.
ايه هو التهجير القسري داخل الدوله؟ يعني انا مش لازم اهجر حد بره الدوله عشان يبقى اسمها هجره، ما انا ممكن اهجره من محافظه لمحافظه، ممكن اهجره من اقليم داخل محافظه لاقليم تاني. يا جماعه لو حد فاكر مشكله المسيحيين اللي كانت في سينا لما حصل الازمه الطائفيه اللي حصلت، كان الحل البسيط، الحل اللي الحكومه سهلتهم من حكومه الدكتور هشام قنديل، ان هم كل اللي عملوه جابوا المسيحيين من مكان راح نقلهم في مكان تاني، من غير ما يحلوا المشكله، من غير ما يعرفوا ايه هي المشكله ولا يحلوها او يحاولوا ان هم يعملوا مبادرات لحلها. نفس المشكله حصلت مع مسيحيين الصعيد. اول ما حصلت المشكله جاب المسيحيين بدل ما يحاول يحل المشكله ما بين الناس في القريه او يحل المشكله بتاعت الفتنه الطائفيه، جاب المسيحيين من مكان بيهجرهم مكان تاني. ما هي دي اسمها هجره برضه، ان انا اخلي الناس تسيب بيتها وحالها وبلدها وارضها واروح قاعده في مكان تاني، ما هي دي هجره. مفيش ماده في الدستور بتجرم الهجره داخل حدود الدوله. يا جماعه في نقطه تانيه بنتكلم فيها، او في نقطه تانيه كان الناس طالباها، عايزين نفهم وزاره الاتصالات مين المتحكم فيها؟ ومين ليه الحق في الحصول على البيانات، سواء بيانات تليفونيه، هاتفيه، خدمات انترنت؟ مين الجهه دي؟ مين المسؤول عنها؟ الدستور لم ينص على اي اجابه من الاجابات دي خالص. وزاره الاتصالات مين القائم عليها؟ مين اللي بيعينها؟ مين اللي ليه الحق ياخد منها البيانات؟ الدستور مش كاتب اي حاجه من الكلام ده خالص. عندنا ماده ثانيه، نقطه ثانيه رقم 7، المخابرات العامه. من يعين رئيس المخابرات العامه؟ ومن يراقبه؟ ومن يحاسبه؟ مفيش اي حاجه خالص في الدستور بتنص على المخابرات العامه مين يعين رئيسها، ولا مين يراقب عليه، ولا مين يحاسبه. طب ده اسمه كلام؟ هي دي الثوره بتاعتنا يا جماعه؟ هو ده مطلب الثوار؟ النقطه رقم 8، عايزين نعرف يا جماعه في ماده الدستور من يبرم العقود بتاعت ثروات البلد، زي مناجم، زي منجم السكري او غيرها من الثروات. يا جماعه في ماده عندنا في الدستور بتقول ان رئيس الجمهوريه هو الشخص المسؤول عن عقد الهدنات والاتفاقيات الدوليه، او يعني اللي بيتكلم اللي هو المسؤول عن توقيع الاتفاقيات كلها اللي بتبقى اي حد، بتبقى مع اي جهه. بس ما فيش ماده في الدستور بتقول من المسؤول عن برم العقود، اللي هي احنا لما بنيجي مثلا يكون عندنا مكان زي منجم او زي منجم السكري او غيره، مين المسؤول عن برم الاتفاقيات بتاعت المنجم ده مع الشركات المناوطه او الشركات اللي احنا مكلفينها تديره؟ مين المسؤول؟ يا جماعه احنا لو فاكرين منجم السكري محدش كان يعرف عنه حاجه قبل الثوره، احنا فوجئنا بعد الثوره بفيديوهات بتنزل له وبيقولوا انه بيطلع ثروات وبيجيب فلوس قد كده وداخل الدوله. كان فين الكلام ده قبل الثوره؟ ما كانش حد يعرف خالص عن حاجه عن الكلام ده، ما كانش حد خالص يسمع عن حاجه اسمها منجم السكري بتاع الذهب. مش عايزين نرجع تاني نفس المشكله، ما هو ما فيش حد، ما نعرفش مين المسؤول عن عقد الاتفاقيات، يبقى عمرنا ما هنسمع عن وجود ثروات في البلد. وده اللي كان بيحصل فعلا ايام نظام المخلوع. يا جماعه دي كلها يعتبر يعني مواد كنا معترضين عليها، او مواد يمكن بنحاول نفسرها، وبعض النقط اللي احنا بنتكلم عليها. في حاجه ثانيه يا جماعه بالنسبه لموضوع الزواج. كان في ناس كتير تقريبا طلعت الاول معترضه، يقول لك انتوا عايزين الدستور هيخلي البنت تتجوز من 9 سنين، وبعد كده الدستور اتحط ما فيهوش اي ماده خالص بتقول ان البنت تتجوز من سن 9 سنين. جم الجماعه، جم بعض الناس قعدوا يا جماعه وهو ما فيش حاجه ومش عارف ايه. انا معاك ان ما فيش ماده فعلا هتجوز البنت من 9 سنين، بس برضه ما فيش ماده هتمنع البنت اهلها يجوزوها من 9 سنين. الناس اللي اعترضت وقالت الدستور الجديد هيسمح بزواج الفتيات من سن 9 سنين، هو الدستور ما سمحش، بس الدستور ما منعش. الدستور ما حطش ماده تحكم سن الزواج للفتاه من 9 سنين. وطبعا احنا عارفين كل حاجه عندنا تحت مسمى الشريعه. الشريعه بتاعتنا زي الفل، شريعه استك. في حاجه ثانيه يا جماعه عايزين نتكلم فيها، ان احنا ممكن مثلا الناس تقول لك ايه، احنا عايزين عجله الانتاج تمشي، عايزين البلد تمشي، طب ما ممكن نوافق على الدستور ده دلوقتي عشان الدنيا تعدي وتمر، وبعد كده يبقى نعدل فيه اللي احنا عايزينه. طب انا هاجي اقول لك طب وليه؟ يا جماعه يعني انا الدوله فضلت في عذاب سنين، وعملت الثوره واتبهدلت، وشباب راح دمها، شباب زي الورد راحت عشان خاطر البطالب. سنتين بقالنا سنتين مفيش شهر بيعدي لو لازم نسمع عن شهداء راحت. مش قادر تصبر شهرين ان انا شهرين كان في دستور نضيف،
دستور كويس، دستور يناسب جميع طوائف الشعب، دستور يناسب جميع اطياف الناس جميع اطياف يا جماعه. يعني ليه انا ما احطش دستور اجيب فيه ناس ممثل لمجموعه للمسيحيين، ممثل للمسلمين، وممثل لجميع اطياف الوظائف، سواء ممثل عن الدكاتره، ممثل عن يا سيدي الفنانين، الرياضيين، ممثل عن المحاميين. ليه ما اعملش الكلام ده كله؟ ليه دايما اللجنه الدستوريه للدستور بتاعتي تبقى محكومه عن مجموعه واحد ولا اتنين، طائفه ولا اتنين من الشعب، والباقي مش موجود؟ في نهايه التسجيل يا جماعه احب اشكركم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه.